عاملين ايه يا حلوين؟ يلا بقى النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل النهارده مع بعض ايس كريم. هنعمل ايس كريم بالمانجا. بالمانجا الطبيعيه، مش الوان ولا بودره ولا اي حاجه. دي مانجا طبيعيه. ونعمل كمان ايس كريم بالفانيليا، اللي هو بالكريمه والميه عادي خالص، ونضيف له الفانيليا. دلوقتي كده انا كان معايا، كان في منجايه كده قطعتها، قشرتها قطعتها حطيتها في الفريزر جمدت. وهنا انا حطيت المانجايه وضفت لها. احنا بنحبها مسكره يا جماعه، بنحط يعني السكر بتاعها زياده. فانا ضفت لها سكر، بس انا حطيت لها سكر بودره، حطيت لها كده معلقتين من السكر البودره. وخلطتهم كويس قوي بالمضرب. وجيت ضفت لهم تاني 3 معالق من من الكريم شانتيه، علشان خاطر ان هو يتماسك معانا شويه ويكون فيه المطه اللي هي بتاعه الايس كريم العادي خالص. تكون مثل زي بتاعة المحلات كده، علشان يكون فيها نفس المطة دي. ونزلت عليهم بقى بالمضرب الكهربائي بتاعنا ده لحد ما وصل معانا للقوام ده. القوام ده كده مناسب جدا. هنزل بيه بقى في علبة من عندنا، واحطها في الفريزر. احطه بس ان هو يعني يجمد معانا شوية علشان نعبيه نرجع نقدمه في الكوبايات بتاعتنا او الكاسات، الحاجة اللي احنا هنقدمه فيها. بس صدقوني كانت ريحته، لانه طبعا المانجا فريش، مانجا طبيعية، مش بودر ولا اي حاجة ولا ضايفين الوان ولا اي حاجة. اللي حابب يضيف الوان براحته، دي حاجة ترجع له. هنا بقى انا هنعمل معانا هنعمل كده الايس كريم اللي هو الفانيليا. هنا كانت المية بتاعتي انا مخرجاها من الفريزر طبعا، يعني داخلة على درجة التجميد. نزلت عليها بالايس كريم بتاعنا. عايزه تعملي بالكريم شانتيه، طب ماشي. عايزه تعملي بالكريمه اللي هي الخام عادي خالص. بس الكريمه الخام طبعا هتضيفي لها سكر. آه انا هنا ضفت سكر علشان ما يكونش ضفت لها سكر. انا الكميه ديت عملت معايا كميه كبيره جدا، وضفت لها باكو من الفانيليا. بس طلع معايا ناجح جدا جدا. هنا انا هشيله بقى في الفريزر لما يجمد معانا شوية، علشان ما تسحش طبعا. بعد كده بقى هيكون جهزت، على ما يجمد شوية اجهز الكوبايات الكاسات بتاعتنا، اي حاجة انتي ناوية ان انتي تقدمي فيها بتجهزيها. شلته في الفريزر بتاعنا جمد شوية، وجيت هنا بقى عبيته زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا حطيت اللي هو فانيليا خالص، حطيت منه لوحده، ورجعت عملت اللي هو نظام الكوكتيل في الكاسة دي. حطيت فيها البولة ديت، انا حطيت فيها اللي هي نظام الكوكتيل، ودي كانت فانيليا خالص. الكوبايات بتاعتنا دي بقى انا حطيت فيها تشكيلة. وكان معايا طبعا، انا كنت مجهزة الفول السوداني، مجهزاه طبعا علشان ازين بيه هو والشوكولاتة. كنت برضو بشرة شوكولاتة سمراء، بشرها ومجهزاها علشان ازين بيها طبعا. بس طبعا بعد ما طلعته، عشان ما ينفعش احطه في الفريزر ونحط عليه الفول السوداني، هيرطب طبعا ومش هيبقى لذيذ خالص. يعني انا حطيت ده كده وانا خلاص هقدم، ما زينهوش وارجع احطه تاني في التلاجة. وهنا بقى قولولي ايه رأيكم بعد ما نزينه بقى بالشكل ده. قولولي ايه رأيكم بقى، ولا الوان صناعية ولا حاجات فاضية خالص، كلها حاجات طبيعية. ما تضروش ولادنا في حاجة. وطلع طعمه بجد كان خرافة خرافة خرافة، مش عايزة اقول لكم بقى، كان لذيذ جدا، بأمانة كان لذيذ جدا. قوليلي بقى ايه رأيكم، وما تنسونيش في لايك والكومنت الحلو منكم. بحبكم في الله، اغلى اخوات واغلى متابعين في الدنيا. ما تنسونيش. احبكم في الله. قولوا لي ايه رايكم بقى في الكومنتات. بجد بجد يعني حاجه فوق الخيال.
يالّا أترككم في أمان الله وحفظه، أغلى إخوات. ما تنسونيش في اللايك، إخواتي الغاليين اوعوا تنسوا، وقولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات.